السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. وصفتنا النهاردة تقدروا تقولوا كده طعمها بيجمع ما بين البيتفور والبسكوت بس في وصفة واحدة ومقادير بسيطة جدا ومتوفرة عندنا في كل بيت، وهنقدر كمان نشكلها بكل سهولة، ومن نفس العجينة هنعمل بسكوت الشوكولاتة. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصل لكم إشعارات لما انزل وصفات جديدة. هنا معايا بولة هنزل بنص كوباية من الزبدة زائد معلقة كبيرة 120 جرام، وطبعا تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، وهضربها بالمضرب الكهربائي بالشكل دوت. بعد كده هنزل بنص كوباية من السكر البودر 60 جرام، هضرب السكر مع الزبدة لحد ما يبقى قوام كريمي. وضروري طول ما احنا شغالين ننزل اي حاجة من الجوانب علشان اضمن ان كله يبقى لون واحد واختلط ببعضه زي ما انتوا شايفين كده. هنا هنزل بحباية من البيض بدرجة حرارة المطبخ، وهنزل عليها بالفانيليا، معلقة من الفانيليا، وهنفضل نضرب لحد البيض ما يختفي معايا. طبعا اي حاجة في الجوانب هننزلها برضو. هنا بقى معايا كوباية ونص من الدقيق، انا استخدمت هنا دقيق ضحى. هضيف عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. في نوع دقيق بيتباع في السوبر ماركت بيبقى مكتوب عليه دقيق كيك، ده بيبقى متضاف عليه بيكنج باودر، فساعتها احنا مش هنحتاج ان احنا نضيف بيكنج باودر. لكن انا هنا استخدمت دقيق الضحى فضفت عليه نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنبتدي نقلب الخليط بالشكل دوت. هتلاحظوا ان الخليط بقى مفرول معاكم وانتوا بتقلبوه عادي، كملوا تقليب وهو هيلم معاكم. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو يلم معايا اهو. خلاص العجينة كده بقت جاهزة معايا. هنا بقى معايا كيس حلواني هنزل بالعجينة فيه، وضروري ان انتوا ما تخلوش يبقى فيه هوا وانتوا بتحطوا العجينة. انا استخدمت التب بتاعت بلح الشام زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى معايا صينية، لو انت طبعا الصينية اللي انت هتستخدميها بتلزق هتحط ورق زبدة. لو انت واثقة ان الصينية بتاعتك ما بتلزقش زي ما انا استخدمت كده ما حطيتش ورقة زبدة. هنبتدي نمسك التب زي ما انتوا شايفين كده ونضغط ويعمل معانا الشكل دوت. انا استخدمت التب بتاعت بلح الشاي. عايزه اقولك ان الكوبايه ونص دقيق عملت معايا حاجه واربعين واحده. بعد ما هنخلص تشكيل هندخلهم بقى في التلاجة لمدة نص ساعة. هنعمل تجويف بالشكل دوت. هنا بقى معايا مربى فراولة، تقدري طبعا لما تطلع من الفرن تحطي شوكولاتة زي ما انت حابة. انا بعد ما احط الفراولة هدخلها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة، ضروري يا جماعة علشان لما تدخلوها الفرن ما تفرش معاكم. تمام هندخلها التلاجة.
دلوقتي بقى هنحضر بسكوت الشوكولاتة، وهو نفس الخطوات اللي احنا عملناها في اول الفيديو، بس الكوباية ونص من الدقيق هنشيل منهم معلقتين كبار من الدقيق، وهنستبدل بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. وهنبتدي نقلب لحد ما العجينة تلم معايا. زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. خلاص بقت جاهزة معايا. هنا نفس التب اللي انا استخدمتها، هعمل بيها صوابع كده زي ما انتوا شايفين. التب طبعا اللي انا استخدمتها في الرسمة الاولانية هي بس هنا هنعملها صوابع بالطول. طبعا هندخله برضو في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده هنكون مشغلين الفرن قبليها على درجة حرارة 190، وهندخله في الفرن معاكم من 7 ل10 دقايق. هنا بعد ما طلع معايا من الفرن خد معايا 8 دقايق. شايفة لونه عامل ازاي. وهنا برضو اللي هو بسكوت الشوكولاتة بعد ما طلع معايا من الفرن. هنبتدي هنا بقى عندي صوص شوكولاتة ابيض وصوص شوكولاتة ومكسرات. هنبتدي ان احنا نحط الشوكولاتة كده زي ما انتوا شايفين. لو مش حابين الخطوة ديت ما تعملوهاش، مفيش مشكلة. لو حابينه يفضل سادة زي ما تحبوا. يلا بقى نقدمها مع بعض. هنا معايا طبق التقديم. زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اقولك انه كوباية ونص من الدقيق عملت معايا حاجة و40 واحدة. شايفة لونها عامل ازاي. شايفة طعمها، عايزة اقولك حلو قوي قوي. ودي كانت وصفتي النهاردة، اتمنى تكون عجبتك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.